السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكون الجميع بخير. النهاردة بقى هنعمل الأكلة الرسمية للشعب المصري يوم الجمعة، السمك. هعمله لكم النهاردة بطريقة سهلة وخفيفة على المعدة، ولا قلي ولا شوي ولا زيوت كتير بأبسط طريقة. لو انت أول مرة تعملي سمك هتبقي في منتهى الجمال فيه. نبدأ بسم الله. أنا عندي هنا بولتي. الحقيقة أنا مهما أجيب أنواع سمك برجع للبولتي تاني. المهم عندي هنا البولتي اتغسل كويس. طبعا لازم نغسل البولتي أو أي سمك طالما طازة، ما يتغسلش غير تحت مية الحنفية بس. تبقي سايبة كده سرسوب من الحنفية نازل، وتفضلي تدعكي في قلبه وتنضفيه وتخليه زي الفل. نسيبه يتصفى. بعد كده بعد ما يتصفى خالص بعصر عليه ليمون في قلبه من بره، وبرده بحطه مقلوب يتصفى تاني في المصفى. ابتدي بقى اعمل التتبيله هنا. عندي حطيت ملح طبعا، وحطيت كركم، وحطيت كمون، كزبره، روح السمك، الكمون والكزبره والثوم طبعا. انا حطيت هنا بابريكا طبعا، وحطيت برضو شوية شطة صغيرين حسب ما انت عايزة. مش عايزة شطة مش مشكلة. بعصر بقى ليمون كتير، وحطيت طبعا هريسة الثوم والجنزبيل. انا كنت عاملاها معاكم وقلت لكم بشيلها في الفريزر، بحتاجها كتير الحقيقة، خصوصا في السمك والفراخ تبقى حلوة قوي. طبعا هو الجنزبيل كان بيبقى طازة، بكحته كده بالمعلقة، بعدين بضربه في الكبة مع توم وشوية ملح صغيرين عشان ريحة التوم بس، وبعدين بحفظه في البرطمان في الفريزر. بعصر هنا بقى التوم. حطيت هنا معلقة هريسة فلفل حراق عشان انا بحب الحاجة الحراقة. لا انا لسه هنا ما حطيتش الجنزبيل والثوم، هو ده. وبمجرد ما تطلعيه من الفريزر بيبقى طري، ما بتستنيش يفك ولا حاجه، بس تاخدي اللي انت عايزاه منه وترجعي تشيليه في الفريزر تاني. بيقعد عندي بقى فتره الحقيقه. نقلب بقى التتبيله الجميله دي. شايفين قد ايه التتبيله جميله؟ ملح، كمون، كزبره، توم وجنزبيل، بابريكا، شطه لو انت عايزه. شايفين قلب السمك بميه بس. اوعي تحطي اي لا دقيق ولا ملح ولا اي حاجه طالما السمك طازه. طبعا هو السمك كان قدامي كبير الحقيقه، فانا ببتدي اشقه. لو مش كبير صغير ما تشقهوش، احنا بنشقه بس عشان التتبيله تدخل فيه. انا هنا كنت بديت اتبل بس نسيت احط شويه زيت في الاول في التتبيله عشان نحس كده انه اتشرب من التتبيله كويس. ابتدي بقى احط من بره ومن جوه كويس قوي، وفي الشقوق طبعا ادخل التتبيله في الشقوق اللي انا عاملاها. اتمنى ان انتوا تشجعوني وتنسونيش في اللايك وفي تعليق حلو كده. واللي بيشوفوني لأول مرة، يا رب إذا الفيديو عجبكم تعملوا لي اشتراك وتشيروا الفيديو لأصحابكم. هو فيديو بسيط بس للبنات اللي لسه ما بيعرفوش يعملوا سمك. دي أسهل طريقة تعملي بيها سمك، بيبقى خفيف على المعدة، مفيش زيت كتير. هي هم كلهم في الآخر معلقتين زيت. هبتدي بقى أعمل الفرشة اللي أحطها تحت السمك. هقطع بصل حلقات، سمك الحلقة يعني ما يكونش لا رقيق قوي ولا تخين. هنا دي الصينية اللي هشتغل فيها، حطيت فيها فويل وفوقها ورقة زبدة. حطيت بقى البصل، اتبله بشوية ملح وشوية كاري صغيرين. الحقيقة ده مش كاري، ده توابل السمك اللي انا العلبه وريتها لكم في الاول. النوع ده الحقيقه بالرغم ان انا ما بحبش اجيب التوابل المطحونه، بس انا جربت النوع ده لقيته حلو.
فجبت منه نوعين، السبع بهارات، وجبت توابل السمك. الحقيقه ريحتها جميله جدا، وطول ما انت قافله العلبه كويس هتبقى محافظه على ريحتها. اقطع هنا بطاطسايه او بطاطستين حسب الكميه اللي عندك بقى، وحسب ما انت عايزه. بنقطعها برضو شرايح متوسطه، تتبلها بشويه ملح وفلفل اسود. اقلبها بقى مع البصل كويس، وافرشها كويس في الصينيه كلها. انا مقطعه هنا حلقات فلفل بارد على حراق. ابتدي اخد شويه ارشهم كده فوق البطاطس والبصل، وحلقات طماطم ارصها برضو. كل دي فرشه هتبقى تحت السمك، هتتشرب من نكهه التوابل ونكهه السوائل السمك، تبقى في منتهى الجمال طعمها. انا هنا حجزت شويه فلفل وشويه طماطم، ورشيت شويه زيت. ارص بقى السمك، هنحطهم كده خلف خلاف عشان الصينيه تكفي. طبعا هو يفضل السمك لما تتبليه على طول تسويه، ما تستنيش ولا تحطيه ولا تغطيه ولا تحطيه في التلاجة ولا حاجه. مجرد ما حضرت الخضار تبتدي بقى ترصيه. الفلفل والطماطم اللي انا حجزتهم ببتدي احشي بيهم السمك من جوه. ما عندكوش فكرة التوابل مع حلقات الفلفل وهحط كمان حلقات ليمون وحلقات الطماطم. السمك لما استوى وهو بيستوي كمان ريحته في منتهى الجمال، ولا في اي زفارة، بالرغم ان البلطي مشهور عنه الزفارة، لكن ما فيهوش اي زفارة لانه طازة، لان التتبيلة اللي انت عاملاها غنية وحلوة. هعصر كمان، انا حطيت في قلب وخصوصا عند الراس حطيت حلقات الليمون اهو، لسه هحطها اهي. وعصرت طبعا ليمون برضو من فوق الوش. السمك، كلمة سمك يعني ليمون على طول، وليمون كتير. احط حلقات الليمون بقى جوه كده. كده انا خلاص خلصت. اغطيها بقى بالفويل، والاطراف الفويل اللي هي كانت محطوطه في الصينيه من تحت لميتها على الفويل اللي من فوق. انا الحقيقه شققت الفويل كده من فوق بالسكينه، بس ما ظهرتش في التصوير علشان البخار الزياده يطلع. ما حطيتش اي ميه ولا اي سوائل ولا اي حاجه. هو السمك بينزل السوائل، الفلفل والطماطم والبصل هينزل السوائل، والبطاطس هتستوي في السوائل دي. احنا مش عايزين صوص من تحت، هي بس. وحتى كمان والله وانا لما طلعتها ولقيتها استوت في لسه شوية صوص تحت. اوعي تحطي اي مية عشان ما تبقاش عبارة عن شوربة من تحت كده، لا، يبقى هي البطاطس استوت. شايفين حتى لسه في شوية سوائل اهو. ما نحطش اي سوائل، هنكتفي بالسوائل تنزل من السمك ومن الخضار. شايفين قلب السمك ابيض وجميل ازاي مع البطاطس بقى. ما يتاكلش معاه اي حاجه بصراحه، ولا رز ولا عيش. انا بقيت اخد من البطاطس واكل بالسمك. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونوش في اللايك وفي الاشتراك، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. مع الف سلامه.